لكن لموسم 2016 كان الأفضل ما بين كل المواسم اللي قبلها، وده كان بشكل ملحوظ. رمضان 2016 الموسم اللي ناس كتيرة بتعتبره من أقوى المواسم الدرامية اللي تمت في تاريخ السينما والفن، وده لأنه كان مليان مسلسلات متنوعة ما بين الأكشن والكوميديا والغموض والدراما الاجتماعية، وكمان الأداء التمثيلي متميز والإخراج السينمائي المبهر. وده ظهر من خلال أعمال كتيرة أهمها وأشهرها الأسطورة اللي كان محتل السوشيال ميديا بمشاهده المتنوعة والجمل اللي علقت مع الناس لفترة طويلة ويمكن لحد دلوقتي، واللي كان بيتكلم عن شاب طموح عايز يبقى وكيل نيابة، لكن لقى نفسه فجأة مجبر يدخل عالم تجارة السلاح بعد ما أخوه اللي هو رفاعي الدسوقي اتقتل. اتخلى عن حلمه وشغفه ومشي في طريق غير شخصيته نهائيا، اتبدل من الشخص الطيب المستقيم لشخص بيتعمل له ألف حساب خوفا منه من اللي يقدر يعمله. وده ظهر من مشهد وهو واقف قدام المراية وبيقول جملته الشهيرة: من النهارده محدش يكلمني غير بيه يا باشا. تطور الأحداث كان مشوق جدا ومخلي كل الناس عايزة تعرف ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية. بنستنى نعرف نصر الدسوقي هيعمل ايه مع عصام النمر، هل هيقتله ويكسر بقلب اخته وياخد بطار اخوه، ولا هتصعب عليه ويسامحه. ومشهد موت رفاعي اللي كان منتشر بشكل كبير وقتها، وكمان لفت نظر الناس في وقت عرض المسلسل طريقة اللبس وأسلوب الكلام والأغاني اللي اتعرضت في المسلسل وانتشرت بشكل كبير ما بين الناس. بيشتري له كبير وانت بقى كبيري يا ابن دمي يا ابن امي ياللي يا ما شلت همي. يعني انا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطر اقضي، يعني انا ابقى هموت قصادها ومشتريها وتيجي هي تبيع. وده طبعا غير الإحصائيات اللي اتعملت عليه والنجاح الكبير اللي خلى محمد رمضان يحتفل في 2020 بوصول عدد مشاهدات أحد مشاهد المسلسل ل 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وده أول مشهد درامي يوصل للعدد ده. وقبلها في 2017 أعلن محمد رمضان عن وصول مشهد مشاجرة عصام النمر والأسطورة ل 23 مليون ونص مشاهدة على يوتيوب، والمشاهدات دي كانت واضحة جدا في الترند ما بين الناس لما عملوا شخصية الدسوقي ترند وكل الناس بتقلدها لحد وقتنا الحالي. ده غير إنه كان موسم عودة العمالقة، وده حصل بعودة يحيى الفخراني بمسلسل ونوس. تخيل معايا إن يظهر لك فجأة شخص ويقول لك إنه كان معاك من 20 سنة وإنه مستنيك ترجع له حق. ده اللي حصل مع يحيى الفخراني اللي قدم شخصية ونوس، الشيطان اللي بيحاول يفسد حياة أسرة كاملة. مسلسل كان مليان فلسفة عن الإغراء والاختيارات اللي ممكن تدمر حياة الإنسان، وظهر فيه عبقرية السكريبت في هيئة حوار متقن ومؤثر جدا، زي لما قال ونوس لابنه: انت فاكر انك حر لكن الحقيقة انك عبد لرغباتك. جملة كانت غاية في الصدق ومكتوبة بمنتهى العبقرية، وده اللي خلاه من أقوى المسلسلات الموجودة على الساحة والمنتشرة على كل المواقع. بعد كل التعب اللي تعبته وعشان مين؟ مخلوق من طين. ليه بنطلعوا قوي كده؟ اشمعنى انا غلطت غلطة واحدة وهو الخطاء اللي ما بيتعلمش. انا المتعلم، انا الذكي، انا الزاهد، أنا المخلوق من نار، أنا أحسن منه. ولو هنتكلم عن الدراما النفسية فأكيد هنذكر فوق مستوى الشبهات اللي كان بيجسد معنى الشر المطلق لما يسرا قدمت شخصية رحمة الدكتورة النفسية اللي بتظهر قدام الناس ملاك وست محترمة جدا، لكن في الحقيقة هي قاتلة محترفة بتخطط لجرائمها بذكاء شديد. والشخصية كانت مرعبة لدرجة إن الجمهور كان مستغرب إزاي يسرا قدرت تلعب الدور ده بكل إقناع. والإقناع ظهر في مشهد مرعب لما رحمة كانت بتقتل صاحبتها باستخدام السم، وبعدين بتمثل بمنتهى البرود إنها حزينة قدام الناس. النظرة في عينيها كانت صادقة لدرجة تخلي المشاهد يقشعر. في العموم كان مسلسل قوي جدا وناقش فكرة الوش التاني للإنسان وإن مش كل اللي بنشوفه حقيقي. أما بقى عن التشويق في الموسم ده فأكيد مفيش شك إنه كان ظاهر في جراند أوتيل، وده كان واحد من أجمل المسلسلات اللي شفناها. قصته كانت بتدور في فندق فخم في أسوان في الستينيات، وبتبدأ لما علي اللي مثله عمرو يوسف سافر عشان يدور على أخته اللي اختفت هناك، وبيكتشف أسرار مخفية عن الفندق والنزلاء والإدارة والموظفين، واللي ظهرت فيه اسمة هانم اللي مثلتها أنوشكا وكانت واحدة من أقوى الشخصيات الشريرة. والحوارات بينها وبين نزلاء الفندق كانت مليانة سم. وزي ما شفنا الموسيقى التصويرية كانت عنصر أساسي في نجاح المسلسل لأنها كانت بتدي إحساس كلاسيكي كأنك بتتفرج على عمل عالمي. وكمان تصوير الفيلم اللي كان بطريقة سينمائية حولته لتحفة بصرية، والأداء المميز لكل الأبطال زي دينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح. رجعوا لنا الأختين بمسلسل لايت نبرته خفيفة ممتعة، نيلي وشريهان، وده كان واحد من أحلى المسلسلات الكوميدية اللي شفناها. دنيا وإيمي سمير غانم قدموا شخصيات نيلي الغنية المدللة وشريهان البنت الشعبية اللي بتكتشف فجأة إنهم قرايب، وكل واحدة فيهم بتتصدم بشخصية التانية، وبيبدأ تسلسل الأحداث ورحلة البحث عن كنز جدهم. المسلسل كان مليان ضحك واستكشافات كوميدية وأغاني خفيفة زي سهر الليالي اللي كانت ترند وقتها. الموسم كان
مليان كل التصنيفات على أعلى مستوى، زي مثلا المسلسلات الاجتماعية القوية اللي كانت موجودة، وأولهم يونس ولد فضة اللي قدم فيه عمرو سعد شخصية الشاب الصعيدي اللي بيكتشف إن حياته كلها كانت مبنية على كذبة، وبيحاول يستكشف ويفهم الحقيقة وسط صراعات السلطة والعادات القبلية. ولحد هنا كان موسم قوي، بس اللي خلاه مميز بجانب قوته عودة الزعيم عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه اللي قدم فيه شخصية الراجل البخيل جدا اللي بخله وصل لدرجة إنه مخبي عن أسرته ثروة ضخمة. المسلسل كان فيه جرعة كوميديا جميلة، زي مثلا لما كان مأمون بيوزع شاي على ضيوفه وبيقول له خد بالك السكر غالي، اشربه سادة عشان صحتك، لكن في نفس الوقت كان بيقدم رسالة اجتماعية عن تأثير المال على العلاقات الإنسانية. لو رجعنا للأكشن والتشويق والدراما فهنذكر أكيد مسلسل القيصر اللي بيتكلم عن شخصية غامضة اسمها القيصر، وهو راجل بيملك قدرات جسدية وعقلية استثنائية، وبيكون ناشئ في ظروف قاسية جوه تنظيم إرهابي خطير. بتبدأ القصة بعد مداهمات قوات الأمن لمقر التنظيم في واحد من الأنفاق الحدودية، نجا منه القيصر لوحده واعتقل لوحده من قبل قوات الأمن، وتطور الأحداث كان مشوق جدا لما بيكتشف الشرطي إن القيصر مش مجرد عضو تنظيم، لكن ليه تاريخ معقد وخفايا كتير، بيدخل صراعات مع جهاز المخابرات، ومن هنا بيبدأ يبحث عن حقيقته. وبيفضل المسلسل مليان تشويق وغموض لحد ما نوصل للصراع والمصالح. المسلسل كان بيتميز بالأكشن والمشاهد القتالية والحبكة المتشابكة، وكان أول ظهور ليوسف الشريف في دور مختلف عن أدواره السابقة. وكمان المسلسل كان فيه إسقاطات سياسية على المنظمات الإرهابية والصراعات المخابراتية، ونهايته كانت مفتوحة، وهنا كان الجمهور في حالة تساؤل كبيرة عن إيه هو مصير القيصر. وآخر مسلسل معانا وهو مسلسل أفراح القبة اللي هو في الأصل رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأحداثها بتدور جوه فرقة مسرحية في سبعينات القرن العشرين، لما بيقرر واحد من المؤلفين المسرحيين يكتب نص مستوحى من حياة أعضاء الفرقة، وبيكشف أسرارهم المظلمة وخياناتهم وأحقادهم قدام الكل، وده أدى لتوتر العلاقات بين أفراد الفرقة لما كل شخص يلاقي نفسه مفضوح قدام التانيين. المسلسل بيناقش فكرة القدر والخيانة والانتهازية والقيم المتصارعة في المجتمع. اتميز المسلسل بالإخراج السينمائي المتقن والتصوير بألوان كلاسيكية بتناسب الحقبة الزمنية، وكمان السيناريو والحوار المستوحى من أسلوب نجيب محفوظ اللي بيدي المسلسل طابع أدبي فريد. كمان بيقدم دراما نفسية عميقة مع شخصيات مركبة بتحمل مشاعر متضاربة، واللي أداها الممثلين بشكل قوي، خاصة منى زكي وإياد نصار وجمال سليمان. وانتهى المسلسل نهاية صادمة بيكشف فيها زيف العلاقات بينهم، وإنهم كلهم مجرد لعبة للقدر، وده خلى المشاهد في حالة من التفكير العميق. وبكده انتهى موسم استثنائي بكل المقاييس، أعمال قوية، نجوم كبار، قصص متنوعة، وإنتاج ضخم خلاه واحد من أقوى المواسم في تاريخ الدراما المصرية. فهل تفتكر ممكن يرجع موسم بنفس قوة موسم رمضان 2016؟